ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن اعلان فيلم كريفن ذا هانتر اللي لسه نازل. الفيلم من انتاج سوني، وهو لحد وقتنا هذا ملوش علاقه خالص بالام سي يو تايم لاين. تقريبا سوني عايزه تعمل عالم سينمائي ليها. هي اوريدي عملت شخصيتين من اعداء سبايدر مان اللي هما موربيوس وفينوم، وكانت عملت قبل كده ذا اميزنج سبايدر مان، بس وقفت انتاج الفيلم، وهبقى اشرح السبب ده في فيديو تاني. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نشوف التريلر. التريلر بيظهر فيه واحد اسمه سيرجي ديمتري سيموت، طبعا اسمه معقد جدا. ده ابوه اللي اسمه نيكولاي كرافينوف بيعلم ابنه الصيد، فبيظهر قدامه اسد وابوه بيقول له اقتله، لكن سيرجي بيعترض والاسد بيهجم عليه، وانياب الاسد بتدخل جوه جسم سيرجي. بالرغم انه قدر انه يعيش، ابوه بيقول على ابنه انه ضعيف زي مامته بالظبط، وبيمشي ويسيبه في المكان اللي اتصاب فيه. فسيرجي بيقول إنه شاف الموت في وشه، لكن لأول مرة قدر إنه يشوف نفسه الحقيقية، وده كان ميلاد شخصية كريفن. في حد بيقول إنه كريفن بيقدر إنه يستخدم علاقته مع الحيوانات علشان يقدر يتتبع فريسته. الفيلم طبعا ريتد ار، وفيه لقطات اكشن كتير جدا، وبيظهر هجوم كمان كريفن الدموي على الناس لدرجة انه بيقطع مناخير واحد. التريلر كمان بنشوف كريفن معاه ليست فيها اسامي بيقرر انه يقتلهم، وكمان بنشوف ادريانا ديبوس كاليبسو، دي ساحرة فودو، وهي حبيبة كريفن اللي بتقول له انت اكيد مجنون، وهو بيرد عليها يقول لها انت لسه عارفة. اخر حته في التريلر بيظهر اليكسيس ستيفيج اللي اسمه راينو، اللي بيقول ان في حيوان جوه كل واحد فينا، وبتبدا ايده انها تتحول. بس كده، ده كان تريلر كريفن. طبعا من الاخر كريفن في الكوميكس غير اللي حاصل في الفيلم ده خالص، الاوريجين ستوري يعني بتاعته او تحوله من الشخصيه العاديه لكريفن. الفيلم هينزل 6 اكتوبر 2023، وزي ما قلت انه ملوش علاقه خالص بالام سي يو تايم لاين. قولوا لي تحت في الكومنتات لو عجبكم التريلر وايه توقعاتكم للفيلم. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.